ملك ريكار، بعد أن حصلتم على اللجوء السياسي في النرويج وعدتم إلى كردستان، وأنتم على رأس هذا التيار الذي ينسب إليك ضمن الحركة الإسلامية، كنتم تترددون على أوروبا وتمارسون نشاطا داعما للقضية الكردية في ذلك الوقت. نعم، أنا مجيئي إلى أوروبا كان شيء مهم وضروري، ودكتور عبد الله عزام رحمه الله هو الذي نصحني فيه بعدما فشل في جولته الخليجية في الحصول على مال لنا. قال: أنصحكم بالذهاب إلى أوروبا، هناك ستحصلون من الطلاب والعمال ولو يعطوكم 10 دولارات في الشهر ستجمعون ما يكفيكم إلى أن تتقوى حركتكم هناك. وكان فعلا هكذا. أنا لما جئت بعدما حصلت على وثيقة السفر بدأت أتجول، أجمع مالا وأشترك طبعا في مخيمات، في مؤتمرات، في ندوات، في كذا. وكنت أمزح مع الناس، أمزح مع المراكز وأقول: آتي على شرط الدكتور عبد الله عزام، يعني تجمعوا لي مال، يلا تأتي إلى ميلانو على شرط الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، تأتي إلى كوبنهاجن على شرط الدكتور عبد الله عزام. وهكذا كنت أجمع مالا وأرجع إلى كردستان. فبناء على نصيحته قدمتم للجوء السياسي؟ نعم، هو أنا كنت مقدم من قبل وكانوا يرسلوني، لكن أنا كنت أتماطل فيه، ما كنت أريد أن أخرج، ما أن كنت تكون أريد متحمسا. لا ما كنت أصلا أريد أن آتي إلى أوروبا، لأن كل أعمالنا كان في بلادنا يعني. لكن لما هو نصحني بهذا الأمر فقلت والله هذا لا أدركت يعني. الأهمية. نعم، لأن نحن كأكراد أولا مأيوسين من الخليج، ما نستطيع زين، وأيضا نحن قلة في الخارج، ما نستطيع أن نجمع في بلاد باكستان وغيرها. أما في أوروبا التعاطف بصورة عامة مع الأكراد موجود. ثم نحن لما نأتي إلى هنا المساجد والمراكز ونخاطبهم بالإسلام يكون العمق الإسلامي أوسع، وليس التعاطف فقط من الأكراد. لا تعاطف من حتى الأكراد كانوا قليلين. يعني التعاطف الذي وجدناه من العربي بل من أندونيسي. نعم، يعني كان وجدنا طبعا التعاطف الإسلامي، يعني أقصد العمق الإسلامي لا يستهان به. ولم تكن لديك مشكلة في التنقل في أوروبا؟ لا كنت تتنقل بسهولة؟ لا ما كان عندي أي مشكلة، وأيضا ما كنت معروفا هكذا في أوساط المخابرات وأيضا حتى لو عرفوا ما كان على الأكراد شيء. وكان في تعاطف دولي مع الأكراد؟ نعم بالتأكيد. فكنت أجمع مالا وأرجع هناك وغذي المدرسة العسكرية، المدرسة الشرعية، المدرسة السياسية، التنظيمات، فتح مجلة، إنشاء مجلة، تنظيم كذا. فبحيث في داخل الحركة الإيرانيين غذوا جناحهم ويعطوا السلاح، يعطوا التعليم، يأخذوا أفراد لهم يدربوهم في إيران، يعلموهم في إيران كيفية مخابرات، كيفية تنظيم، كيفية عمل، وهكذا على خط أخ علي بابير. وخطنا هكذا نأتي أيضا هناك. لم تدعمكم دولة؟ لا ولا دولة ولا حزب ولا جماعة، وإنما من تبرعات فقط. نعم فقط أفراد. لأن الأفراد عندما واحد يأتيك 50 دولار هذا ليس مشكلة، حتى لو غضب يقطع عنك 50. يعني 50 ما يكون مؤثرا على الفرد ميزان. لا يشترط عندنا. نعم، ونحن أيضا ما كنا ننشئ دولة حتى نحتاج إلى ميزانية دولة. كل الذي نحتاج إلى أن نعطي. وأيضا المنطقة الكردية كانت عندها الاكتفاء الذاتي في الطعام والشراب والسكن، وكل شيء كان رخيص قبل الاحتلال يعني. فبفضل الله كنا نوجه شبابنا وأيضا ندرب ونهتم بالجانب العسكري والتربوي، حتى صار في كردستان 3 اتجاه. اتجاه إخواني تمثل فيما بعد 94 بالاتحاد الإسلامي بزعامة أخ صلاح الدين محمد بهادي، وهو مدرسة إخوانية معروفة. الخط الإيراني وهو أخ علي بابير، الآن تمثله الجماعة الإسلامية وأميرها الأخ علي بابير. وخطنا السلفي الإخواني الذي أقول هذا الذي جاء مني جانب ومن أخ ملا أمين رحمه الله قتل، كان في الداخل. أنا رجعت من باكستان ومن إخوان إلى التيار، وهو أيضا ربى مجموعة على العقيدة السلفية والمنهج السليم، وأيضا على تصور إخواني، لأنه هو أيضا كان إخوان. كلانا كنا إخوانا وانفصلنا وتبنينا التيار السلفي ومسلحين. فبحيث أنشأنا هذا التيار السلفي من عام 92 إلى عام 2003
2 صرنا صاحب الأرض والسلاح والتوجيه والمال. ولذلك شاركت إيران وأمريكا وجماعة طالباني على قتالنا.